السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حكاية وقصة جديدة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، مبارك عليكم الشهر. ويلا نبتدي قصة النهاردة. أنا فرح، بنت بسيطة وعايشة في ريف مصر. طول عمري وأنا كنت بتمنى إن أنا أتجوز جوازة مستريحة بسبب اللي شفته من أمي وأبويا. أمي وأبويا ما بينهم خلافات كبيرة، مفهمش سببها، بس ال24 ساعة زعيق وانفعال ونرفزة وعصبية، وكل حاجة بالشخط والنطر وبالبهدلة. وده خلاني بتمنى اليوم اللي أنا أتجوز فيه وأبعد عن بيت أبويا وأمي، وأبعد عنهم خالص وارتاح، ويبقى لي حياتي الخاصة وبيتي الخاص. وزي أي بنت فضلت مستنية صاحب النصيب اللي يجي ويخطفني من البيت ده. وللأسف لما جه محمد، كان شاب محترم ومثالي وكل حاجة، بس عيبه الوحيد بالنسبة لي إن هو شغال في دولة خليجية، يعني مش عايش في البلد. يعني هيتجوز ويسيبني ويسافر. والموضوع ده بالنسبة لي كان مقلق شوية، بسبب إن أنا بحس إن ده مش جواز. أنا عايزة أتمتع مع جوزي ونعيش مع بعض أيام كتير، يعني يناكشني أناكشه كده، نبقوا مع بعض وما يبقاش لوحدي. بصراحة ما كانش عاجبني الوضع ده. وبعد كده قلت يا بنتي يمكن ربنا يسهل وتعرفي تقعديه في البلد وما يسافرش ولا حاجة، وبعدين أحسن من قعدتي في بيت أبويا ده. ده كان السبب الأساسي اللي أنا وافقت بيه وقلت خلاص، توكلت على الله. وفعلا تممنا الجوازة وكل شيء تم بسهولة، وزي ما بيحصل في أي مكان وفي أي بيت بسيط. اتجوزت ودخلت في بيت أمه وأبوه، يعني في بيت العيلة. بس طبعا ليا شقة فوق لوحدي. وبداية الجواز كانت جميلة الصراحة. محمد كان حنين وفعلا شفت في بيته كل الخير. قضيت معاه فترة الأجازة بتاعته اللي كان واخدها كلها. كنت مبسوطة وفرحانة، ومعاه عرفت يعني ايه جواز ويعني ايه علاقة. وكنت أول مرة أعمل كل حاجة، وكل حاجة كان لها حس وطعم جميل. اتفاجئت بنفسي إن أنا بحب الحاجات دي قوي. بجد ما كنتش واخدة بالي إن أنا باحب الحاجة دي، لإن عمري ما جرّبتها ولا عِشتها. ولمّا جرّبت معاه وعِشت معاه الحاجات دي، استطعمتها وحسيت بلذتها. وبقيت بافكّر كتير في اليوم اللي هو هيسافر وهيسيبني فيه. طَب أنا هاعمل إيه من غيره؟ ما بقيتش عايزاه يسافر. فضلت أزن على ودانه قبل ما يسافر إن هو يفضل معايا، بس طبعًا ما سمعش كلامي وقال لي: "يا بنت الحلال ده شغلي وأكل عيشي، وأنا مش هاقدر أفضل قاعد هنا، وهنا مش هيعمل حاجة. خلّينا نكوّن مستقبلنا وخلّينا نأسس نفسنا، وبعد كده هارجع وهافضل معاكِ." بس يعني لسه بدري أوي على الكلام ده. الصراحة أنا بيني وبين نفسي زعلت واتضايقت، وفضلت أفكّر هاعمل إيه من غيره وبعده. وبعد كده جه اليوم اللي هو هيسافر فيه. حاولت اليوم ده أتمتع معاه على قد ما أقدر، وكنت حاسة بجد إن أنا عندي جشع كده في العلاقة اليوم ده. وبعد ما سافر قضيت أسوأ أيام حياتي، وهو بعيد عني. لقيت نفسي ما بعملش حاجة في يومي غير إن أنا أنزل أنضف لأمه وأروق لأمه وأكل أمه وأشرب أمه، وعايشة وحيدة ولوحدي. طب فين الجواز؟ فين الجواز في كده؟ فين العلاقة الزوجية؟ فين الحياة الزوجية نفسها؟ أنا مش حاسة إن أنا متجوزة أصلًا. إيه ده! واحد جه قعد معايا شهر وسافر، طب ينفع والنبي كده؟ طب ده كلام! محمد كان بيحاول يعمل اللي عليه، وكان بيكلمني كل يوم تقريبًا، وكان بيحاول إن هو يصبّرني يعني ويقول لي كلمتين يواسيني، ويقول لي إن أنا وحشاه ويتكلم معايا ويخلّيني أفُك معاه شوية. بس أنا ما كنتش قادرة بصراحة على كده، وما كانش عاجبني الوضع خالص. وفي يوم اتعاركت معاه وقلت له إن أنا مش عايزة أعيش كده كتير. أنت لازم ترجع وتعيش وسطينا، وتبقى معايا وأحس بيك وأحس إن أنا متجوزة. ولو على المصاريف والحاجات دي أنا مش مشكلة بالنسبة لي، بس أحس إن أنا اتجوزت. فرحتي إيه بالشقة اللي أنا عايشة فيها من غير روح ولا حياة؟ آخر الليل باطلع أنام لوحدي، ويبقى فين يعني المتعة والفرحة والسعادة في كده؟ اتكلمت معاه وقُلت له كل اللي في قلبي. وبعيدًا كمان عن إن هو وحشني وإن أنا مشتاقة له، أنا مش حابة إن أنا أفضل عايشة أخدم في أهله وهو بعيد. الموضوع ده بقى معصّبني جدًا، وكان على عيني إن أنا أمشي من بيتي وشقتي اللي كنت باحبهم أوي.
وكنت مبسوطة وسعيدة بيهم، بس جنة من غير ناس ما تنداس، وأهم شخص بالنسبة لي مش موجود فيها يبقى إيه لازمتها؟ لقيت نفسي باخد شنطة هدومي ورحت مروحة على بيت أهلي من تاني، وقلت يلا وجع دماغ بوجع دماغ وزعيق بزعيق واديني عايشة وخلاص، على الأقل هنا هيبقى في ناس حواليا، وأهو هعمل إيه، ده نصيبي وقدري. حاول محمد إن هو يصالحني أكتر من مرة باتصالات وبعت ناس وكلمني، وقلت له الحل الوحيد إن أنت تراضيني وأرجع لك، إن أنت ترجع تاني هنا. هترجع هرجع يا ابن الناس، وهعيش معاك على الحلو والمر، بس تبقى معايا غير كده لأ. وفضلت الفكرة دي مسيطرة عليا وفضلت عند رأيي وموقفي. وطبعا محمد مش هيسيب شغله علشان سواد عينيا، لأن بالنسبة له هو بيحسبها كمستقبل وشايف إنه مستقبله هناك ومش عايز يرجع. ومن هنا أنا اتطلقت وقلت هفضل عايشة في بيت أبويا، وفضلت مستنية إن أنا يجيلي عريس يعني تاني. بس المرة دي أنا مش عايزة واحد يكون بيسافر، عايزة واحد أحس معاه إن أنا متجوزة ويفضل قاعد معايا في بيتي. يعني أنا رجعت لنقطة الصفر من أول وجديد، وبقى كل يوم أصحى على خناق وأنام على خناق، وأبويا تقوله أي كلمة يقعد يزرزر ويتنرفز ويزعق عمال على بطال. أروح السوق أشتري شوية حاجات وأرجع أعمل اللي ورايا في البيت، وهكذا. وعدت الأيام في بيتنا على كده، أعمل طول النهار شغل البيت أنا وأمي، وأمي مراعية اخواتي وتشوف طلبات أبويا، وأبويا يزعق على كل حاجة. لحد ما جه يوم ما طلعتلوش شمس. اليوم ده صحيت على زعيق كبير جدا بين أبويا وأمي، هما الاتنين مش ساكتين، وأبويا عمال يزعق وشايط زي الحريقة في البيت كله. بصراحة أنا اتضايقت أوي اليوم ده، وقلت لأ أنا لازم أتدخل ما بينهم وأشوف ايه المشكلة اللي ما بينهم طول السنين دي مش قادرين يحلوها. وأخيرا قررت لأول مرة إن أنا أقعد وأتكلم مع أبويا، وقعدت معاه وقلت له يا بابا في إيه بس طول النهار زعيق؟ طب أنا يا عم وكبرت على كده، البنتين الصغيرين دول ما تعقدهمش، وأنا نصيبي خلاني بعد ما أمشي أرجع لكم من تاني. أنا مش عايزة مشاكل، ويا ريت تبطلوا خلافات وزعيق وتقولي إيه اللي أمي بتعمله علشان كل شوية تبقى منفعل عليها بالشكل ده. قال لي أنا أمك يا بنتي ما بتشوفش طلبات. قلت له فين ده؟ أنا أمي بتعمل كل حاجة، أي حاجة بتطلبها من قبل ما بتطلبها بتكون معمولة. قال لي بصي يا فرح، انتي كبرتي دلوقتي وعرفتي يعني ايه جواز، اتجوزتي وجربتي الجواز، وانا يا بنتي ما عجزتش، انا لسه بصحتي وليا طلبات وامك مش قد طلباتي، ولغاية دلوقتي بترفض اول لما اطلبها وتقولي احنا كبرنا على كده. وقتها انا فهمت مشكلة ابويا ايه وايه اللي مزعله، ولقيت نفسي بفكر في نفسي انا كمان، وان انا كمان اتحرمت بعد ما اتجوزت شهر واحد. بس محمد فهمني وعلمني كل حاجة، دوقني طعم الحاجة دي وسابني، ومعرفش الشيطان ازاي ركبني في الوقت ده واللحظة دي. ولقيت نفسي ببص لأبويا بصة تانية خالص، نسيت خالص كل حاجة، وما فكرتش غير في نفسي وفي رغبتي وبس. ولقيت نفسي بقوله ما فيهاش حاجة يابا، ما تزعلش وما تزعلش نفسك، اللي تأثر فيه الأم البنت سدادة. وسكت، ولقيت أبويا بصلي باستغراب قوي وهو ماشي وسابني. تقريبا كده هو ما كانش مستوعب الكلمة اللي أنا قلتها له، بس الصراحة أنا اللي بدأت. أبويا ما قاليش حاجة، ولا هو اللي حاول معايا ولا الكلام من ده، أنا اللي قلتله. ومعرفش لغاية دلوقتي أنا إزاي شيطاني ضحك عليا بالشكل ده. المهم في نفس اليوم بالليل اتفاجئت إن أبويا دخل عليا الأوضة، وكان بيحاول إن هو يشوف ردة فعلي هيبقى إيه. لقيته بيهزر معايا وبيتودد لي زي أي واحد ما بيتودد لمراته، ولقيت نفسي بتجاوب معاه. بالعكس، ده أنا اللي شجعته على كل حاجة تقريبا، أنا اللي بدأت العلاقة معاه في اليوم ده. ومن اليوم ده وبقيت أنا وأبويا عايشين مع بعض زي المتجوزين بالظبط. بصراحة أنا عمري ما فكرت في أي حاجة غير إن أنا أشبع رغبتي في التوقيت ده وبس. وأبويا كمان كان فرحان ومبسوط إن أنا تفهمت وما بقاش يتعارك خالص ولا يزعق في البيت، وبقيت عايشة قدام الناس إن أنا بنته، قدام أمي إن أنا بنته، لكن بيني وبينه بتعامل معاه كأنه جوزي.
كنت باحاول إن أنا أريّحه